انا مظلوم والله وانا مظلوم. ظالم انا مش شايفك ظالم وانا ظالم والله ما شايفك يا ظالم عم خلص. والله ما شايفك ظالم. ايه قهر الرجال ده بجد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده حق لما قال ان لو الفقر ده راجل كان قتله، لان الراجل اللي قدامكم ده لو مش فقير ما كانش حصل فيه الكلام ده. الفيديو ده قلب السوشيال ميديا. اللي قدامكم ده اللي لابس هدومه مقاول في العاصمة الإدارية، واللي واقف قدامه متجرد من ملابسه ده واحد صنايعي أو عامل عنده. الراجل هو اللي خلاه يتجرد من ملابسه وراح مصوره وبدأ إن هو يضربه ويهينه. الفيديو يقطع القلب حرفيا. أول حاجة الراجل مسلم له وشه. أنا طبعا مش هحط الصوت لأن الصوت صعب جدا، ألفاظ بشعة جدا جدا جدا. المهم الراجل يحط وشه، يجي يعني يحمي نفسه، يروح ضربه ويقول له لا ما تحطش ايدك. يقول له طيب حاضر، يروح مديله بالقلم على الناحيه التانية. يقول له طيب خلاص انا بتحامى في ربنا. يقول له ماشي اتحامى في ربنا سبحانه وتعالى، ويروح مديله قلم تاني. يقول له طيب خلاص ما تظلمنيش. يقول له بس انا ظالم. الشاب يا عيني يقول له بس انا مش شايفك ظالم، عشان يسيبه عشان يرحمه، ومش راضي يرحمه وعمال يضربه وعمال يهينه. والتاني يقول له طيب معلش، طيب حقك عليا. حتى مش عارف يحوش عن نفسه. انا مش بقول لكم ان هو مش عارف ياخد حقه ان هو يضربه حتى او يردوا له القلم 20، لا، هو مش عارف حتى يحوش عن نفسه. مهما كان غلط، مهما كان عمل ايه، مالكش حق ان انت تجرده من ملابسه وكمان تضربه وتسبه وتشتمه، لان اهله اكيد 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 غاليين عليه. فالراجل ده لو كان معاه فلوس ما كانش حصل فيه كده، ما كانش اتضرب واتهان، ما كانش سمح لنفسه ان رجولته تتكسر ورجولته تتقهر. يا جماعه اعوذ بالله من قهر الرجال، اللي هو انا بلا حيله، انا بشتغل عشان خاطر اروح لعيالي ب100 او 200 جنيه، فانا بتهان وبيطلع عيني وبتضرب وبتصور وانا بتهان، وما اقدرش ان انا افتح بقي عشان في الاخر اروح ااكل عيالي. ما بتبقى بجد والله العظيم بتبقى مقارنه قاسيه جدا، اللي هو انا دلوقتي انا ممكن اخد حقي عادي، لكن في الاخر هترفد، وفي الاخر مش هلاقي اكل عيالي. في ناس قوت يومها اليوم بيومه، والله العظيم في ناس يعني عيالها ممكن يكونوا قاعدين جعانين مستنيين ابوهم يشتغل النهارده عشان يروح بالليل ياكلهم، فابوهم يعني بيقبل اي حاجه في الدنيا، اي اهانه في الدنيا، اي ذل، اي كسره نفس، عشان في الاخر يروح ب100 جنيه لا تعتبر فلوس اصلا ياكل بيها عياله. وكمان يجي بقى بني ادمين ظالمين يدوسوا، يعني مش كفايه، لا، في ناس بقى بتيجي بكل افتراء وكل جبروت، اللي هو انا ولي نعمتك انا اطلع عينك. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. اتقوا الله والله العظيم، ارحموا لما يكون عندكم حد بيشتغل او حد بيساعدكم في حاجه، اتقوا ربنا فيه، اتقوا ربنا فيه. انت مش انت اللي بتديله فلوس، لا، انت وسيله. ربنا كده كده هيبعت له الفلوس دي عن طريقك او طريق حد غيرك. احنا كلنا وسائل في حياة بعض، محدش ليه منه ولا فضل على حد اطلاقا. فاتعامل برحمة. ليه تضربه؟ ليه تهينه؟ ليه تجرده من ملابسه؟ ليه؟ غلط يروح يتعاقب بالقانون، لكن ما تكسرش رجولته. عيب، عيب. في رحمة، في ايه؟ بني ادم زيه زيك، ايه بتتنمرض عليه او بتتكبر عليه عشان انت عندك شوية فلوس؟ دول ورق، والله ورق. الواحد مش بيعرف ان الفلوس دي ورق غير قدام الصحة. فاتقوا الله شوية عشان حرام بجد. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيستغل ان في حد شغال معاه او ان هو بيديله الفلوس يعني وسيلة ويدوس عليه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. واكيد ان شاء الله هتشرف وزارة الداخلية، لان القوي ليه اللي اقوى منه، واحنا اكيد دولة قانون.